قضية غامضة والمخيف فيها طريقة التعارف بين القاتل والضحية. القضية حديثة، حصلت في شهر يونيو 2023. المكان كوريا الجنوبية. البنت اللي باينة في الفيديو شكلها زي أي بنت عادية، بنت سنها صغير ماشية في الشارع وهي مرتاحة وهادية وبتجر شنطة سفر وبتدور على تاكسي. مش ممكن حد من اللي حواليها يتوقع ان هي من ساعات قليلة ارتكبت جريمة قتل. البنت اسمها شونج يو شونج، وقفت تاكسي الساعة 1 الصبح وطلبت منه انه يوصلها لحديقة او غابة جنب النهر. سواق التاكسي بعد ما وصلها شك ان في حاجة مريبة في الموضوع. بنت سنها صغير تطلب منه يوصلها في وقت متأخر قوي بالليل لمكان مهجور زي ده. ولفت انتباهه كمان ان هي رفضت انه يساعدها تدخل شنطة السفر جوه شنطة العربية او تخرجها منها. سواق التاكسي قال انه وقف على جنب ياخد راحة ويدخن، وواضح انه كان شاكك ان هي هترجع تاني. وفعلا بعد تلت ساعة رجعت تاني، وما كانتش عارفة ان هو نفس السواق، وطلبت منه انه يوصلها. ولاحظ سواق التاكسي من الطريقة اللي هي بتجر بيها الشنطة ان الشنطة بقت خفيفة وفاضية. سواق التاكسي بلغ البوليس وقال لهم انه ما شافش اي حاجة، لكن شاكك ان في حاجة مريبة في الموضوع. وصل البوليس وفتشوا الشنطة ولقوا ان فعلا فيها اثار بقع دم. بدأوا يحققوا مع جونج يو جونج اللي ادعت في الاول ان هي كان عندها طفل مريض وانه مات، وان هي حبت تتخلص من جثته في هدوء. ودوها المستشفى، لكن لما كشفوا عليها لقوا ان عمرها ما كانت حامل وعمرها ما خلفت. ولما البوليس واجهها بتقرير المستشفى والتحريات بتاعتهم وكمان خط سيرها اللي قدروا يحددوه من كاميرات المراقبة، اعترفت انها ارتكبت جريمة قتل. جونج يو جونج عندها 24 سنة، ما بتشتغلش وعايشة مع جدها لوحدها بعد ما باباها ومامتها سابوها من زمان وهي في سن صغير وسافروا وما ظهروش في حياتها تاني، ولا بيسألوا عليها ولا بيشوفوها. دخلت واحدة من المدارس الخاصة المرموقة، ورغم ان كل اللي في المدرسة كانوا مهتمين بيها وكانوا بيعاملوها كويس قوي، بس هي كانت منطوية جدا وكانت بترفض تصاحب اي حد او تتكلم مع اي حد. كانت دايما بتفضل ان هي تقعد في اخر الصف خالص لوحدها. جونج يو جونج عمرها ما عملت اي مشاكل في المدرسة ولا حتى تعرضت لاي مضايقات، كانت دايما لوحدها وتخرجت في هدوء. بعد ما اتخرجت كان المفروض ان هي تنجح في امتحان للغة الانجليزية عشان تشتغل، لكن فضلت سنين مش قادرة تنجح فيه. وفي يوم من الايام جونج يو جونج دخلت على واحد من تطبيقات المدرسين، التطبيق اللي بيدخل عليه الاهل او الطلبة علشان يلاقوا مدرس خصوصي يديهم درس. لكن المفاجأة ان جونج يو جونج ما كانتش بتستخدم التطبيق علشان تدور على مدرسة تحسن اللغة وتنجح في الامتحان اللي مش قادرة تنجح فيه. جونج دخلت على التطبيق بشخصية مزيفة، ادعت ان هي البنت مراهقة عندها 14 سنة وان هي بتدور لها على مدرس يديها درس خصوصي. جونج فضلت تعمل محادثات مع اكتر من مدرس تطلب منهم درس لبنتها يكون في بيت المدرس، لغاية ما للأسف اتفقت مع الضحية كيم. وكيم هو اسم حركي لأن في القانون الكوري ممنوع يذكروا اسم الضحية، فكل مصدر أو صحيفة بيسميها باسم. كيم كانت بنت عندها 23 سنة، متخرجة بأحسن الشهادات في التدريس من جامعة كويسة جدا. كل التعليقات عليها إيجابية جدا، وعشان كده كان وقتها مليان والحجز عندها مش سهل. بس للأسف جونج يو جونج قدرت إن هي تحجز ميعاد عندها. جونج يو جونج استغلت حجمها الصغير اللي هيبينها صغيرة، وقصت شعرها ولبست نظارة ولبست لبس المدرسة وراحت على بيت كيم على انها الطالبة اللي عندها 14 سنة. وبمجرد ما دخلت طلعت سكينة مخبياها في هدومها وطعنت كيم اللي اول مرة تشوفها في حياتها 20 طعنة في رقبتها. جونج يو جونج بعد ما ارتكبت جريمتها البشعة رجعت على بيتها، وبكل هدوء خدت شنطة سفر من الشقة بتاعتها، وبعدها نزلت تتسوق في الماركت اللي جنب بيتها. اشترت أكياس بلاستيك وسكاكين ومنشار، وخدت كل ده ورجعت تاني على بيت الضحية كيم وهي بكل هدوء وثبات انفعالي. جونج يو جونج كانت تصرفاتها غريبة،
قبل ما تنزل من بيت الضحية غيرت هدومها ولبست من لبس الضحية، اللي لمت جثتها في شنطة السفر ولمت كل متعلقاتها معاها، تليفونها والرخصة. وبعد كده راحت عند البيت عندها، وبعدين وقفت التاكسي وطلبت منه ان هي تروح عند النهر عشان تتخلص من الجثة. المهم ان لحد الوقت ده ما كانش حد عارف ليه ايه الدافع ورا الجريمة. جونج يونج ما تعرفش الضحية كام ولا عمرها قابلتها قبل كده، كمان ما عندهاش اي تاريخ عنف او تاريخ اجرامي او سوابق، وحتى ما لحقش يحصل بينهم اي مشكلة. دي طعنتها بمجرد ما دخلت من باب البيت وقبل ما يحصل بينهم اي حوار. في بداية التحقيقات ادعت جونج يونج ان في شخص هو اللي حرضها على قتل كيم مقابل انه يخليها تنتحل شخصيتها وتاخد شهاداتها فتقدر تشتغل، لكن طبعا اثبتوا ان الكلام ده ملهوش اي اساس من الصحة وان هي خططت الجريمة لوحدها. لقوا ان جونج يونج بقالها اكتر من 5 سنين ما بتكلمش اي حد خالص، ما عندهاش اي اصحاب ولا قرايب ولا طبعا زمايل، لان هي ولا بتدرس ولا بتشتغل، وان هي بتقعد بالشهور في اوضتها ما بتكلمش حد ولا بتتحرك من مكانها. وكانت في الفترة الأخيرة بتشوف أفلام وثائقية عن القتلة المتسلسلين وعن إحساسهم بعد القتل، وبتشوف كمان أفلام رعب كتير، وكانت متأثرة بواحد من الأفلام اللي عادته أكتر من مرة، وفي الفيلم البطلة قتلت واحدة تانية علشان تنتحل شخصيتها وعاشت حياة جديدة. وقدروا يعرفوا من خلال مؤشرات البحث بتاعها إن هي كانت بتدور عن إزاي تعمل جريمة كاملة وإزاي تخفي الجثة. جونج اعترفت إن هي قررت تقتل عشان تجرب إحساس القاتل المتسلسل، وإن هي كانت ناوية تعمل سلسلة من الجرائم، وإنها بدأت تدور على الضحية الأولى بين جيرانها، لكن لما فشلت إن هي تتواصل مع حد من الجيران، وكمان حست إن هي ممكن تنكشف بسهولة، ففكرت في الفكرة التانية إنها تدخل على واحد من التطبيقات وتدور على ضحيتها الأولى. ولقوا إن هي عاملة أكتر من محادثة مع أكتر من مدرسة قبل كيم، وكلهم كانت بتحاول تتفق معاهم على الدرس وتتأكد إن هم عايشين لوحدهم. لاحظوا إن كلهم في سن العشرينات، لكن كتير منهم رفض إن الدرس يبقى عنده، فما اتفقوش أو ما اتفقوش على الميعاد، لغاية ما للأسف اتفقت مع كيم. الأطباء عملوا لها أول اختبار واللي نتيجته أثبتت إن هي مختلة عقليا. الأطباء اللي بيتابعوا حالتها إن هي بتتصرف أغرب من حتى أي مجرم سايكوباتي زيها، بتتصرف من غير أي خوف ولا انفعال، ولا عاملة حساب للكاميرات اللي بتراقبها ولا لأي حاجة. رغم إن هي ما خططتش كويس للجريمة، لكن نزلت بكل هدوء تشتري كل حاجة لازماها، وراحت ورجعت من بيتها لبيت الضحية 3 مرات. كمان كانوا مستغربين من طريقة اختيارها للضحايا. لاحظوا إن هي بتدور على ضحية في سنها تقريبا في العشرينات من عمرها، مع إن هي بنت ما بتلعبش رياضة، حجمها صغير وطولها 144 سنتي بس، يعني كانوا متوقعين إنها تدور على ضحية أضعف منها، مثلا طفل أو شخص مريض أو كبير جدا في السن، أو حتى في حالة إن الضحية شخص مش ضعيف فكان المفروض تفكر إزاي تسيطر عليه، تخدره، لكن مش تهاجمه، لأن أي حد تاني ممكن يقدر يقاومها بسهولة. لكن لاحظوا إن هي لما دخلت عند كيم ما فكرتش لحظة وهجمت عليها بسرعة وطعنتها في رقبتها 20 طعنة. لكن التفسير اللي لقوه إن هي غالبا فكرت إنها تلاقي ضحية في عمر العشرينات عشان تضمن إن هم غالبا بيكونوا عايشين لوحدهم، وكمان بيكونوا عايزين فلوس أكتر وعايزين يشتغلوا أكتر فهيوافقوا بسهولة. وعشان التقارير أكدت إن هي مختلة عقليا، قررت الحكومة إن هي تعلن عن اسمها الحقيقي علشان تحذر من خطورتها على المجتمع، وعشان لو في أي قضايا تانية مربوطة بيها. لكن هي لسه هتتعرض للمحاكمة اللي ممكن توصل للإعدام. أثناء المحاكمة ظهرت جونج يونج في لقاء صحفي واعتذرت فيه لأهل الضحية، وأكدت لهم إن هي ما كانتش في وعيها وقت الجريمة، لكن كانت هادية جدا ومش باين عليها أي علامات ندم ولا توتر. للأسف كان قدر كيم إن هي تروح ضحية لواحدة مختلة عمرها ما شافتها قبل كده ولا تعرفها. القضية لسه ما اتحكمش فيها، ومش عارفين يا ترى إذا كان هيظهر مفاجآت جديدة ولا هتنتهي على كده.